ready. The cup is there. The cup is there to be won. Disappointing, all the balls are the same temperature. يبدو أن المسألة صعبة. Right. That's a good start. أتمنى تكون بداية جيدة. الفريق الأول الذي سحب هو ريال مدريد، ويلعب على أرضية ملعبه ولديه رقم قياسي في الفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا، وسيلعب على أرضية البرنابيو في لقاء الذهاب. ريال مدريد يقابل توتنهام هوتسبير الذي وصل إلى نصف النهائي في الستينات. ستكون مباراة جيدة. لنرى الآن الفريق أو الربع النهائي الثاني. تشيلسي الإنجليزي الذي وصل إلى الدور النهائي في 2008 على أرضية ملعب سبارتاك موسكوفا. يقابل مانشستر يونايتد من إنجلترا. ومانشستر يونايتد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، في آخر مرة تفوق على تشيلسي. لابد أن نكون إيجابيين. برشلونة فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، آخر مرة كانت في 2009. برشلونة يلعب على أرضية ميدانه في الكامب نو، وسيقابل شاكتار دونيتسك الأوكراني. شاكتار دونيتسك تكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها في دور الربع النهائي. السحب الأخير للفريقين الأخيرين. المدافع على لقب انتر ميلانو الإيطالي يلعب على أرضية ملعبه في إيطاليا في جولة الذهاب. ومثل ما يمكن أن تتوقعون الفريق هو شالكي، وشالكي يصل إلى دور الربع النهائي للمرة الثالثة. جولة الإياب ستكون